لو عندك بقى شوية مكرونة كده سلقتيهم وطلعوا زيادة، تعالي اوعي ترميهم، هنستفاد بيهم حلو جدا. ادي المكرونة مسلوقة هنحطها في الخلاط ونزود عليها كوباية من المية لحد ما تبقى كمية المية فوق المكرونة كده، ومعلقتين كبار من اللبن النيدو او الحليب وفانيليا، ومعلقتين من القشطة، ومعلقة من الزبدة، وباكو من الكريم كراميل زي ما احنا شايفين كده بالظبط. وهنزود سكر بقى حسب الرغبه، ما تزوديش سكر عشان لو احتاجنا سكر بعد كده ممكن نزود بدل ما يطلع زياده من البدايه. هنضرب الكلام ده كله في الخلاط حلو جدا. شايفين القوام ده؟ القوام اللي احنا عايزينه. هنرجعه في الحله تاني اللي احنا كنا سالقين فيها المكرونه، ونرجع نرفعهم تاني على النار لحد القوام ما يتقل معانا ويبدا يبقبق، هيبدا تلاقيه تقل معانا. ممكن نزود شوكولاته، ده اختياري مش اساسي. وممكن بدل المية اللي احنا زودناها في الاول نحط حليب مش مية، يعني براحتنا خالص. انا عشان حطيت لبن بودر فحطيت مية عادي، مفيش اي مشكلة. هنقلب لحد ما يتقل زي ما احنا شايفين كده، ما نتقلش القوام عن كده علشان ما تطلعش الحلو بتاعنا ما يطلعش ماسك وتقيل، احنا عايزينه يبقى كريمي وتحفة. هنجيب بقى معلقة من الزبدة او نص معلقة هنسيحها في الصينية اللي هندخلها الفرن، وهنحط فيها الخليط ده، وهناخد من السمنة اللي سايحة دي، هتلاقيها طلعت على حروف كده المكرونة كده. هناخدها ونحاول نوزعها على الوش علشان تدينا وش حلو قوي في التسوية. هندخلها بقى الفرن، نديها وش من فوق ومن تحت بسيط جدا، مش ضروري من تحت، يعني اساسي اللي فوق علشان هي اصلا كده كده كلها مستويه في بعضها. وما تغلطوش غلطتي بقى وتحطوها في حاجه على قد كده بالظبط، لا حطوها في صينيه اوسع من كده علشان ترتفع براحتها. وكده خلاص خدت الوش التحفه اللي احنا شايفينه ده، وطلعت من الفرن بتطلع طريه مش ناشفه ومش ماسكه نفسها، بتطلع طريه. نسيبها لحد ما تهدى خالص، كل ما هتبرد وتهدى هتلاقوها مسكت نفسها زي المكرونه البشاميل كده. تمام كده خلاص. بصوا يعني كده هي لسه دافيه مش بردت قوي، بصوا ولسه طريه برضو شويه. احنا عايزين القوام ده علشان هتطلع معاكي كده كريمي. حطيتها في التلاجة وبردت خالص وطلعتها، هبدأ بقى اقطعها واقدمها. بجد تحفة 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 تحفة. هتاكلوا خليط كده ما بين زي الرز بلبن، زي الكريم كراميل، يعني حاجة كده ما بين ده وما بين ده. سموها معايا بقى زي ما تسموها، انا مش عارفة اقول عليها اسم، بس بجد تحفة وطعمها حلو جدا. واستفدنا من المكرونة ما رميناهاش، وفيها طبعا قيمة غذائية عالية جدا، ده غير طعمها الخطير بجد تحفة. دي كده سادة، وممكن نحط بقى عليها كيس الكراميل اللي بيجي مع الكريم كراميل، خطيرة جدا بالكراميل كمان، بتديها طعم رائع. انا بقى مش عارفة اسميها ايه الصينية التحفة دي، سموها انتوا معايا واقترحوا لها اسم. بجد التحفة، وياريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.